ركز معايا، الفيديو ده مهم جدا. الفترة الأخيرة في موجة فيديوهات كبيرة جدا بتتكلم إن الإسلام انتشر بالسيف، وإن المسلمين كانوا بيجبروا الناس إن هي تخش الإسلام. هتكون سلسلة فيديوهات بمواقف تاريخية مثبتة بالمصادر، ومصادر كل فيديو هتكون موجودة في الكومنت. وأول قصة هتكون معانا هي قصة فتح القدس على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سنة 15 هجرية. وبعد نجاح جيش المسلمين في فتح أغلب البلاد الموجودة حوالين القدس، قرر جيش المسلمين إن هو يحاصر مدينة القدس اللي كانت في التوقيت دوت تحت الحكم البيزنطي. بعد مدة الحصار وتيقن حكام القدس ساعتها إن جيش المسلمين كده كده هيفوز، فكان الرد من داخل أسوار مدينة القدس عن طريق البطريرك صفرانيوس، يا رب أكون بقول الاسم صح، إحنا موافقين نسلم المدينة ولكن بشرط واحد: حضور خليفة المؤمنين، إن هو بنفسه اللي يستلم مفاتيح القدس ويوقع معانا الاتفاق. وتواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو داخل القدس يعكس لك ليه البطريرك طلب سيدنا عمر بن الخطاب بالذات. كنا حكينا القصة ديت في فيديو العزة مش في الملك، ممكن تبقوا تروحوا تشوفوه. دخل القدس ولا أكبر حد على دخول الإسلام ولا حتى هدم كنايس، بالعكس عمل معاهم معاهدة سميت بعد كده بالعهدة العمرية، واللي كان أهم بنودها إن هو أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم والكنايس والصلبان، كمان محدش يسكن الكنايس ولا يهدمها ولا حد يمد إيده على أموالهم. وبعد ما خلصوا الاتفاقيه حد من الصحابه مايل عليه ان امير المؤمنين ده ميعاد الصلاه، فما كان من البطريرك صفرانيوس بعد اللي شافه من سيدنا عمر غير ان هو يقول له: لو انت حابب تصلي احنا ممكن نفضي لك الساحه ديت وتصلي انت والناس اللي معاك. علشان يكمل سيدنا عمر في الابهار بتاعه ويرفض ويقول له: اخاف ان ياتي المسلمين من بعدي فيتخذونها مسجدا ويقولون عمر صلى ها هنا. انهي سيف بقى وانهي قوه اللي بتتكلموا فيها؟ كان ممكن يصلي عادي، ما كانش حد هيتكلم معاه، ولكن ده تفكير واحد في دماغه ايه واحده بس: لا اكراه في الدين. فلو الاسلام انتشر بالسيف، ليه البطريرك ما عملش المعاهده مع اي قائد عسكري؟ واشمعنى طلب سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين عشان هو عارف مين عمر بن الخطاب؟ لو انتشر بالسيف زي ما هم بيقولوا، كنيسه القيامه اللي احنا بنحكي الاحداث بتاعتها دي اكبر شاهد حاليا ان هي عايشه من 15 هجريه حتى وقتنا هذا. فلو انتم متحمسين لسلسله الفيديوهات ديت، فالتفاعل بتاعك على الفيديو هيكون المقياس بالنسبه لي سواء نكمل او نقف. متنساش تكتب رايك في الكومنتات، متنساش تعمل فولو عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الحلقه الجايه.